السلام عليكم. لو حابة تعملي فطاير محشية وعايزاها سريعة وما تقعدش معاكي وقت كتير في التخمير، تبقى فطاير ل10 دقايق بعجينة رهيبة، إن كان في الهشاشة أو الطراوة بتاعتها، والطعم بصراحة كان تحفة جدا. وهنعملها كمان بحشو اقتصادي. وهنزود فيه كده تكاية كده هيخلي الحشو بتاعها يوديها في حتة تانية خالص، وكمان مشبعة بصراحة. فالكل هينبسط بيها. يلا بينا نشوف عملنا الجمال ده ازاي، بس متنسوش لايك لو عجبكم الفيديو. هنبتدي بالحشوة الأول اللي قلت لكم عليها اقتصادية. معايا نص كيلو من البطاطس المسلوقة، وكمان عليها معلقة زبدة كده صغيرة. هبدأ إن أنا أهرسهم مع بعض. نص كيلو من البطاطس أو حبتين كبار من البطاطس. تمام. التكاية بقى اللي هتودي البطاطس في حتة تانية خالص، اللي هو كيس بهارات البطاطس من كنور، بصراحة رائع جدا. بس تخلي بالك من نقطة، لو حاطة ملح في البطاطس تحط شويه شويه لغايه ما تدوقي البطاطس تشوف طعمها ايه، لان طبعا البهارات مملحه شويه. شايفين كده؟ انا عايزاها ناعمه بالشكل ده، مش هضيف لها اي حاجه تانية خالص. تعالوا بينا نجهز العجينه بتاعتنا. معايا نص كيلو من الدقيق، وعليه معلقه كبيره من الخميره الفوريه، ومعلقه كبيره من السكر، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر، ونص معلقه ملح. تمام. هقلب المكونات الجافه كده مع بعض الاول زي ما انتم شايفين، وبعدين هضيف ليها علبة من الزبادي تقريبا 120 جرام، وربع كوباية من الزيت. كده تمام. هبدأ ان انا احط المية بتاعتي الدافية شوية شوية اعجن بيها. لو حابة تعجني باللبن مفيش مشكلة. العجينة بتاعتي دي هتاخد معايا تقريبا كوباية الا ربع. انا عايزة العجينة بالشكل اللي انت شايفاه ده. شايفين كده؟ هعجنها لمدة 5 دقايق، ان كان على ايديكي او في العجان. المهم توصل معاكي لعجينة ملسة بتلزق خفيف، بس اول ما تحط ايديك عليها من بره مش بتلزق خالص. شايفينها كده؟ كده تمام. حطيت في البولة بتاعتي نقطة زيت، وهبدأ ان انا احطها 10 دقايق بس تريح معايا. ودي كده العجينة بتاعتنا بعد ما ريحت 10 دقايق، بصراحة ناعمة وطرية قوي في ايديا. هبدأ ان انا اقطعها كده بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده. هتعمل معايا تقريبا 12 قطعة. ولو حابينها عدد القطع اكتر مفيش مشكلة، لان الحجم اللي انا عاملاه حجم كبير. تمام. هبدأ ان انا اخد كل واحدة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين كده؟ عجينة بقول لكم فظيعة يا جماعة بصراحة. طرية طراوة، ملمسها حلو قوي، تحب انك تشتغلي فيها على طول. هبدأ ان انا اكورها كلها بالشكل ده. طبعا لو واحدة كبيرة عن التانية ببدأ ان انا اظبط الحجم بتاعي بايديا كده. ايديا يعتبر ميزان، فاحطهم كده وبعدين هغطي عليهم بكيس عشان وشهم ما ينشفش. وابدأ ان انا اخد واحدة عملتها كرة وافردها بالشكل ده. لو حابين تفردوا بالنشابة تمام، بس بصراحة ما لقيتهاش جامدة قوي معايا او محتاجة مجهود كتير، ففردتها بايديا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. جبت الحشوة بتاعتي التحفة جدا اللي تتاكل اكل كده من غير اي حاجة، وبحط كده كمية مناسبة للحجم اللي انا حطاه، واحط عليهم كده شوية جبنة موتزاريلا، وهقفلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين كده؟ هاخد تقريبا التلت كده واقفله كويس قوي. بنبه على الموضوع ده، لازم نقفلها حلو قوي عشان الحشوة بتاعتنا ما تخرجش مننا. شايفين كده؟ واحنا بنفرد على دقيق، يا دوب دقيق حاجة بسيطة تمشينا بس عشان نقدر نلزق العجينة كده في بعضها، وتكون معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، على شكل مثلث. تمام. شايفينها بقت كده جاهزة معايا. نعمل واحد تاني كده كمان مع بعض. بنفرد العجينة عادي خالص، وبعدين هبدأ ان انا احط الحشوة. وعلى فكرة لو مش حابين حشوة البطاطس، طبعا عندكم اي حشوات، ما يعني اي حاجة موجودة عندكم في البيت ممكن تحطوها كحشوة، ان كان طبعا بواقي فراخ او لحمة او. بس انا حبيت ان انا اعملها اقتصادية، ان طبعا البيت كله فيه بطاطس عادي وشوية فلفل، اي حاجة، او شوية جبن وفلفل. تمام. هتبقى معاكي زي الفل. انا بحاول بس اقفلها كويس، ده المهم عندي. وبعدين بظبطها بس كده شوية الشكل معايا. دي كده كده انت حته جبنه رومي حطيتها برضو، وشويه فلفل الوان، شويه فلفل اخضر، اي حاجه الولاد بيحبوها حطوها فيها. العجينه نفسها يا جماعه والله طعمها حلو جدا. شايفين كده؟ وشويه جبنه موتزاريلا، وبعدين بنقفلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طريقه ما فيش اسهل من كده. طبعا ملاحظين شكل العجينه تحت ايديا عامل ازاي؟ طريه قوي وناعمه جدا وسلسه في ايديك كده في الشغل. نيجي لنقطة مهمة جدا اللي هي التسوية. هنسويها في الطاسة على عين البوتاجاز. فهنحط كده يا دوب دهنة زيت بسيطة، يعني معلقة زيت كده. وابدأ ان انا احط الفطاير بتاعتي، بحطها والطاسة دفت معايا وعلى نار هادية عشان تستوي معايا.
تمام. اهم حاجه ان تكون النار بتاعتنا هاديه، لان اكيد هيقولوا ازاي هتستوي من جوه، فالنار بتكون هاديه فبتستوي ان شاء الله. وممكن كمان نغطي عليها لضمان انك لو حابه تستوي معاكي ازاي، غطي عليها كمان هتستوي برضو معاكي كويس جدا. في الشكل ده تقريبا مش هتاخد معاكي دقيقتين على كل ناحيه. وابدا ان انا اقلبها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بس خلي بالكم ان هي فعلا بتكون طريه وهشه قوي. شايفين كده؟ هقلبها على الناحية التانية وشوية برضو، واقلبها على الناحية اللي انا قلبتها عليها دي عم تاخد اللون الكويس معانا. شايفين كده؟ طبعا لونها بيكون حلو جدا. هغطي عليها التانية عشان تبدأ برضو تستوي من الناحية التانية. شايفين كده؟ هبدأ ان انا اقلبها بالشكل ده. لونها بصراحة بيكون تحفة جدا ويشهي. حبيت برضو ان انا اديها لون كده من الجوانب، وقفتهم كده كل واحدة على الجزء اللي هو الابيض ده، بتقف عادي. ولو لو قلقت منها وقفيها كل واحدة جنب بعضها فبتقف عادي. وما تعملوش الحركة دي بايديكم لان بصراحة بتبقى سخنة، بس طبعا ايديا عشان شغالة في الحاجات دي على طول فبتتحمل شوية الحرارة. شايفين كده؟ تاخد لون من كل ناحية، فخلاص هبدأ ان انا اخرجها. صراحة لونها تحفة وتشهي. انا مش عارفة افضل اوصف لكم لغاية امتى، بس هي تستاهل فعلا ان احنا نقول عليها الكلام ده. هبدأ كده خلاص اخرجها. وجبت طاسة الجريل عشان تنجز معايا، لان بصراحة بتاخد ممكن 5 أو 6 وحدات. فمش هتاخد معايا على مرتين، اسرع بكتير جدا من الطاسة الصغيرة. بس طبعا لو الطاسة برضو بتاخد 3 هنعملهم على 4 مرات، مش هياخدوا برضو وقت طويل خالص. شايفين كده؟ لون تحفة، لون يجنن. واحلى حاجة انك تعمليها برضو زي ما قلت لكم على الجوانب من كل ناحية كده، عشان تديكي الشكل النهائي اللي هو اللي انت شايفاه ده. حاجة تحفة طبعا وتشهي جدا. شايفين كده؟ هخلص الكمية بتاعتي كلها بالشكل ده. شايفين كده الجمال والطعمة دي؟ حاجة تحفة، طرية هشة. لو اكلتيها كده فيها قرمشة خفيفة خالص من بره، وطرية وهشة من جوه. والطعم بصراحة يجنن بجد يا جماعة. انا متأكدة اول ما اخلص الفيديو هتقومي تجربي الطريقة، لان طبعا مش بتاخد وقت طويل في التخمير، فهتنجز معاكي بسرعة وهتعمليها على طول. شايفة كده اللون الجميل ده من كل ناحية؟ طبعا مش شاربة زيت خالص، لان كمية الزيت احنا حاطينها يا دوب مسحة ليها من كل ناحية. شايفين الحشوة كده من جوه؟ بصراحة طلعت مفاجأة جدا للولاد. ما كانوش حابين البطاطس، بس اول ما دقوا طعمها بالبهارات اللي انا كنا حاطينها اللي هي كنور، فرقت جدا معاه. شايفين كده؟ طبعا والجبنة بتاعتنا مطة وحلوة قوي. مستنية تجربوا الطريقة ان شاء الله وتقولوا عن رأيكم في التعليقات. حاجة رهيبة يا جماعة. في قرمشة زي ما بقول لكم خفيفة كده من بره. ودي كانت اللي بجبن وفلفل. حاجة تحفة تحفة يا جماعة. مستنية تجربوا وتقولوا رأيكم في التعليقات. بألف هنا يا حبايبي، والسلام عليكم.